ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني. جمعه مباركه يا رب عليكم النهارده، جمعه مباركه على الجميع. تعالوا شوفوا بقى، جبنا طلبات النهارده كده والاسعار مش حلوه خالص. طلب الحاجه مش حلوه والاسعار مش حلوه. تعالوا شوفوا بقى، جبت اللهم صل على النبي فاكهه، جبت كاكا وجبت عنب وجبت تفاح وجبت جوافه وجبت برتقال. جبت اللهم صل على النبي الخوخه دي ب 15 جنيه اهي. بصوا الخوخه ب 15 جنيه، اللي كانت والله العظيم كانت الكيلو ونص ب 10 وكانت ب5. جبت دوم كده، جبت دي كده ب 15 جنيه الخوخه دي. وجبت التفاح ده ب 25 جنيه. بصوا 25 جنيه الكيلو اهو. وجبت اللهم صل على النبي العنب ده ب7 ونص. العنب ابو بذر اللي في قلبه بذر. وجبت البرتقال ده بسره. جبت اللهم صل على النبي جبته ب5 جنيه الكيلو اهو. جبت اللي لما تيجي تجيب البرتقال تجيب ابو قشره ناعمه ده علشان يبقى مسكر، ما تجيبش ابو قشره خشن. جبت ده ب5 جنيه. وجبت اللهم صل على النبي الجوافه دي كيلو ونص ب10 اهي، حلوه يعني. وجبت اهي كيلو ونص ب10 ما شاء الله عليها، حلوه اهي. وجبت الخضار بقى، خضار الباذنجان ده ب8 جنيه الكيلو، ب8 جنيه. الاسمر ب8 والمخدد ده ب8 والرومي ب8. الباذنجان 8 جنيه الكيلو. وجبت القوطه دي ب7 جنيه ونص اهي، الكيلو ب7 جنيه ونص القوطه. اللهم صل على النبي. وجبت البطاطس دي اهي ب10 جنيه. البطاطس حلوه بس غاليه. جبت البطاطس دي ب10 جنيه الكيلو. اللهم صل على النبي. وجبت الحزمتين الخضره دول، الحزمه بجنيه. جبت واحده بقدونس وواحده كزبره، مش هعمل محشي ده انا يعني السلطه الحاجات في الثلاجه. وجبت الليمون ده كيلو ونص ب10. جبت كيلو الا ربع ب5 جنيه اهو. الليمون اللي سعره حلو، في ب10 وفي كيلو ونص ب10. ده كيلو ونص ب10. اللهم صل على النبي. جبت كيلو الا ربع ده ب5 جنيه. جبت القته دي ب5 جنيه اهي. انا جبتها مره قبل كده لقيتها مسكره وحلوه يعني، قلت اما اجيب ورا نغير شويه عن الخيار. وجبت اللهم صل على النبي الفلفل الالوان ده جبت ربع كيلو بس عشان انا مش محتاجاه قوي، وانت عارفين ان هو بيبوظ في الثلاجه. جبت ربع كيلو ب5 جنيه، ب20 جنيه الكيلو. جبت ربع بس ب5 جنيه. جبت الفلفل الاخضر ده الرومي ده كيلو ونص ب10. جبت كيلو الا ربع ب5 جنيه بس جامد وناشف يعني وحلو. اللهم صل على النبي. وجبت القرنبيطه دي ب10 جنيه. نعملها مع بعض كده بقى على القناه. قلت اعملها اول مره اعملها، ما جبتوش قبل كده القرنبيط خالص، اول مره اعمل قرنبيط على القناه، اعمل ان شاء الله. وجبت اللهم صل على النبي المكرونه دي. جبت كيلو قد كده، بس المكرونه بقت ب18 جنيه الكيلو. جبت كده كيلو قد كده. وجبت اللهم صل على النبي نص كيلو فيجيتار. الفيجيتار ده انا بعمله للبانيه، ما شاء الله عليه حلو قوي، كان حلو بجد. تعمليه ما بتحطيش عليه اي بهارات ولا ملح ولا اي حاجه. جايبه النص ب12 جنيه الكيلو ب24. وجايبه اللهم صل على النبي ربع كيلو حمص ده، اعمل بقى كشري، نعمل يوم كده كشري. جايبه الربع ده ب7 جنيه ونص، 30 جنيه الكيلو. وجايبه الفاصوليا دي جايبه ربع وربع عشان انا ما بطبخش هنا في بيتي اكتر من ربع. جايباها اللهم صل على النبي النص ب14 جنيه ربعين. والعدس ابو جبه ده نص كيلو ب 13 جنيه الكيلو، ب26 جنيه. العدس ده اللي كان والله العظيم كان ب10 وب12 جنيه. جبت ربع اهو عشان ابقى اعمل كشري. وجبت نص كيلو عدس اصفر بقى نبقى نعمله، انت عارفين روايح الشتاء وهتبقى ما الجو يسقع قوي كده، هعمله ان شاء الله باذنك انت يا رب. جايبه النص كيلو ده ب14 جنيه الكيلو، ب28.
جبت ده حاجة الكشري، ودي كانت طلباتنا النهارده اللي انا محتاجاها في التلاجة النهارده، ودي كانت طلباتنا النهارده. واللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك وكومنت حلو كده، ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا، داخل مصر وخارج مصر والامه العربيه كلها، واشوف وشكم على خير ومع السلامه.